معرفة النيابة العامة إجراء المعاينة التصويرية اللازمة على مكان الواقع محل التحقيق والتي أقربنا لها محضر مستقل ومرفق سيد الرئيس، إن الجناية التي تنظروها حضراتكم الآن ونعلم علم اليقين أن عدالة المحكمة الموقرة قد طالعت أوراقها وفحصتها فحص خبير مدقق، وأيقنتم الجرم الذي ملأت به دفتيها، وأن هدفكم الأسمى هو تحقيق العدل الذي طرقه القضاء العادل على هؤلاء المتهمين. وبقدر ما زادني ذلك شرفا بقدر ما هالني وأصابني من أثر هذه الجريمة وعبء تحمل الأمانة، فأسأل الله في مسهل مرافعتي أن أفي تلك القضية حقها حتى أكون قد أديت الأمانة. سيد الرئيس، لقد قالوا إن القاضي هو ظل الله في أرضه ليقر وليحق الحق في خلقه وليرفع كلمة المظلومين ولينقذ راية الظالمين، وقد أدى اليمين وأقسم بالله العلي العظيم أن يكون لكل هذا وذاك من المنصفين، إلا أننا اليوم أمامنا متهم هو قاض مستقيم حاد عن الطريق المستقيم، استهوته الشياطين، أقسم من قبل بألا يخون، ولكنه خان وباع اسمه ورسمه وكنيته وكينونته وهيبته ومهابته بأبخس الأسمان، وأصبح اسمه حديثا للركب والركبان، وتلك أمور لا تباع ولا تشترى، بل باع ضميره للحصول على المال. سيد الرئيس، إن أوراق هذه القضية قد حوت بين طياتها جريمة الاتجار في المخدرات، وإن كان القانون يجرمها فإن المجتمع أجمع يرفضها، فهي جريمة تقود مجتمعنا إلى الإدمان، فبدايتها قتل للفرد بل قتل للمجتمع.